صفحة علي أيمن تقدم قصر مباركة بتلخص من أقدم المعالم التاريخية بمنطقة بريزين، يؤرخ لإحدى أشهر الأميرات العربية بالجزائر. بتلخص أميرة جزائرية أفشلت حصار باللباس والغنم. مباركة بتلخص أميرة هلالية من بني عامر، تعود إلينا من متحف المنيعة في واحات بريزين والمنيعة. يذكر التاريخ قصة أميرة جزائرية لا يكاد يعرفها كثيرون، اسمها مباركة بتلخص. كانت داهية كبيرة إلى درجة أنها هزمت جيشا حاصر مملكتها بحيلة لا تخطر على البال، وإلى اليوم لا تزال أطلالها واقفة من قصر بتلخص، وهو مصنف تراث وطني في الجزائر إلى جانب قصور أخرى. منذ صغرها احتكت مباركة بوالدها، فتعلمت منه كيف تدار الأمور وتدبر، فورثت منه الحكمة والفطنة حتى صارت الأميرة. حكمت الأميرة مباركة بتلخص بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادي، وامتدت إمارتها من منطقة الباوات شمالا إلى مدينة النيعة جنوبا، وشرقا إلى منطقة العمور، وغربا إلى حدود الواد الغربي مع حدود إقليم تواد. تقول الروايات أن السلطان لكحل أبو الحسن الماريني خطب الأميرة مباركة بتلخص، لكنها رفضته لعلمها بأطماعه في إمارتها، وردا على هذا الرفض حاصر قلعتها الموجودة ناحية بريزين. لم ترضخ بتلخص للحصار، وكان لها من الطعام والشراب ما يكفي أهل المدينة لمدة عامين. صمدت الأميرة وقومها في وجه الحصار، لكن مع مرور الوقت بدأت المؤونة تنفذ فخاف الناس، وهنا ظهرت حكمة الأميرة مباركة وذكاؤها. كخطة محكمة أعطت الأميرة ما بقي من القمح للغنم، وغسلت الملابس والأفرشة بمخزون الماء المتبقي، ونشرتها على أسوار القلعة، وكل هذا على مرأى السلطان وجنده. وعندما خرجت الغنم من القلعة تلقفها الجنود وذبحوا بعضها ليأكلوا، فوجدوا أمعاءها مليئة بالقمح، فعلموا أن الحصار لن ينتهي، لأن لدى أهل القلعة من المؤونة ما يكفيهم لسنوات ما داموا يطعمون منه ماشيتهم. وعندما رأوا الملابس والأفرشة على الأسوار قالوا إن ماء القلعة لا ينضب. أدرك السلطان أنه أضاع أكثر من عام في حصار لا فائدة منه، فعاد يجر أذيال الخيبة إلى إمارته، وبهذا انتصرت الأميرة بتلخص على السلطان. ولا يزال القصر مثلا للعيان يروي سيرة الأميرة البدوية الحكيمة، وهو المعروف اليوم بقصر بتلخص، المتواجد على بعد 5 كيلومتر غرب بلدية بريزين. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وما تنسوش تدعمونا.